انا موقف حصل معايا بجد، يعني حد كنت اعرفه من ابتدائي وقريبين جدا واصحاب جدا، انا جالي تليفون وانا شغال رقم غريب، فرديت انا كذا كذا صديق لشخص ما اعرفوش ولا اعرف ده ولا اعرف ده، اوكي، وعارفين ان انت قريب من كذا، فكلمتها لا وانا رافضه ومش عارف ايه وبتاع. المهم الاخ عرفت بعد كده ان هو راح البيت وبتاع، وبعد كده هي راحت قالت لي ان هو جه وهي الفكره رفضها، وان هي قعدت معاه اول قعده، ده حصل والله. قالت له عمر توفيق صاحبي وهيفضل صاحبي وهيبقى صاحب البيت، يعني صاحب العيله، يعني هيجي زي هاني كده، فاهمين؟ والله قالت كده. المهم كلمتني، ده هم جم وبتاع والولد لطيف. فجأة بعد شهرين هي قالت لي هو جه وانا كلمته عنك وقال لها عمر توفيق ده اخ عزيز وده هو السبب في جوازتنا، وازاي وانتي وانا مش واطي كده وانتوا اصحاب وانا بحترم ده جدا ومن ابتدائي، لا بالعكس ده انا هكلمه وهعزمه على خطوبتنا. بعد حوالي شهرين 3 من الخطوبه تقريبا، ده اللي انا فاكره برضو ممكن يبقاش دقيق، لقيت مسج على الماسنجر يعني فاهمين، بتقول انت عارف قد ايه احنا اصحاب من ابتدائي، بلوك. والله العظيم بلوك. بحبك باي. يا ريت. لا لا لا، وبلوك يعني انا خبط فيا، يعني بلوك قوي كانت قريبه منك قوي يعني. جدا. بقول لك انا الجوازه دي انا اللي عاملها.